أحمد وفيق كنت بركب القطر وأروح بلد تانية عشان أشرب سيجارة. الفنان أحمد وفيق العديد من الأسرار الشخصية والفنية خلال لقاء مطول اختص به موقع تلجراف مصر، حيث حل ضيفا على الفنان شريف إدريس خلال أحدث حلقات بودكاست مع شريف إدريس الذي يقدم برعاية الموقع ويعرض عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي. وقدم الفنان شريف إدريس صديقه الفنان أحمد وفيق بعبارة الفلاح الذي لم تبهره أضواء المدينة، ليتحدث وفيق عن بداياته في طلخة قبل الاستقرار في القاهرة. وقال وفيق: عشت في طلخة وكنت دايم التواجد بالمنصورة. طلخة والمنصورة مثل القاهرة والجيزة. استقرينا الفترة في قطر ودرست هناك، ثم عدت لمصر واستكملت دراستي هنا. كشف أحمد وفي معاناة كوميدية بعض الشيء وقال: أبويا كان رئيس المركز في البلد وكنت من أكبر عيلتين في طلخة، وده خلاني مش عارف أصيع براحتي علشان لو حد شافني هيروح لأبويا ويوجب معايا ويقول له البيه الصغير عمل كذا. عشان أشرب سيجارة كنت بركب القطر وأروح المحل وأرجع تاني.